في معظم الشركات لما نحب نحسن الكاستمر اكسبيرينس دايما بنفكر ان احنا نطور الكاستمر سيرفيس، الافتر سيلز، الماركتنج ستراتيجيز او حتى الفاينل برودكت. بس هل ده كفايه عشان فعلا احسن الكاستمر اكسبيرينس، ولا في حاجه تانية مهمه دايما مش بناخد بالنا منها؟ النهارده هنتكلم على دور وتاثير الاو دي على الكاستمر. ولو هنتكلم على الاو دي يبقى مفيش احسن من مروان مختار. ازيك يا مروان؟ ازيك يا دينا، عامله ايه؟ الحمد لله، انا مبسوطه ان انت معانا النهارده يا مروان. ربنا يخليك يا رب. مروان، احنا في ذا فيرتكس اهم حاجه عندنا الكاستمر، عشان احنا كاستمر سنترد وبنتكلم دايما عن الكاستمر اكسبيرينس والكاستمر سيرفيس. فاول سؤال عايزه ابتدي بيه، هو الاتش ار او الهيومن ريسورسز المفروض يكون امبلوي سنتريك بس، ولا كاستمر سنتريك، ولا بوث الاثنين؟ طيب اولا شكرا جدا والله على الانترودكشن الجميله اللي انت بداتي بيها الحلقه. حاجه بسيطه والله. وانا حابب ابدا كلامي بان انا اقول ان this is a very good initiative او مبادره جميله جدا من The Vertex اللي هم جايين من كاستمر سيرفيس باك جراوند وجايين من كاستمر سيرفيس كونسلتنج وتريننج، ان هم يبداوا يلعبوا دور ليدر في حته ان يبداوا يعملوا ورك فلو انترديبندنس او تواصل حقيقي مع الفانكشنز الثانيه. we can't survive alone. احنا مش هينفع نعيش لوحدنا ومش هينفع ننجح لوحدنا. فمهم جدا ان احنا نكون فاهمين ان الكاستمر سيرفيس ده عشان ينجح محتاج الاتش ار، محتاج الاو دي، محتاج الفاينانس، محتاج الماركتنج، محتاج كل الفانكشنز، محتاج السبلاي تشين. تمام. ف this is a very good initiative وانا فرحان والله ان انا اكون معاكي في مبادره جميله زي دي. That's for starters. Second, ال HR means nothing من غير customer centricity. ال OD means nothing من غير customer centricity. أنا كان في دكتور عندي في الكلية ربنا يمسيه بالخير كان دايما يقول لنا عشان تبدأ بيزنس لازم تكون فاهم ان البيزنس بيبدأ من الكاستمر وبيخلص عند الكاستمر. الله ينور عليكي. وكانكم ايه، هو هتلاقيه موست بروبلي الدكتور ده كان بيدرس لك في الماسترز في الام بي اي. الدكتور ده فهمني حاجة مهمة جدا. انا دلوقتي لو عايز ارضي عميل، ما هو العميل ده هيتراضى ازاي؟ لازم يكون عندي اصلا بني ادم في اول القصه خالص، بني ادم متدرب كويس ومتربي وبنفس الكالتشر بتاعه العميل اللي بيخدمه و طبعا هيومن ريسورسز هو مش بس المفروض يكون كاستمر سنتريك، ده هو الكاستمر سنتريسيتي از وان اوف ذا مين بيلرز لما بنيجي نقول اتش ار استراتيجي. وفي نفس الوقت when it comes to OD بقى علم مختلف تماما عن الاتش ار. يعني مش هقول مختلف تماما، ولكن هقول على الاقل مش في نفس الكتاب، مش في نفس المنهج ان احنا نحط الاو دي مع الاتش ار which is a repeated or common mistake. ولكن هقول ان حتى في الاو دي او في الاورجانيزيشن ديفلوبمنت احنا لما بنيجي بنطور ايه؟ يا اما بيبل يا اما بروسيس. والله لو انت بتطور بيبل ليه؟ عشان نخلي الكاستمر فرحان اكتر. طب لو انت بتطور بروسيس ليه؟ عشان نخلي الكاستمر فرحان اكتر. فاجين if we're speaking about HR او بنتكلم عن الاو دي، في الحالتين customer centricity is key. تمام. هو ده الهدف من التوبيك النهارده، ان احنا نغير المايند سيت بتاعت الناس، نشوف اصل الحاجه ايه. احنا اصل اللي احنا اصلا اوريدي عايزين نوصل ليه هو الكاستمر ساتسفاكشن. فكل البيزنس ديبارتمنتس او البيلرز بتاعت البيزنس لازم كلها تتعاون مع بعض عشان نوصل لده في الاخر. الله ينور عليكي. تمام. طيب عايز اسالك سؤال تاني مهم جدا، ازاي a good or bad HR practices، يعني لو عندي موارد بشريه في الشركه بتؤدي بشكل كويس جدا او بشكل سيء جدا، ازاي ده هيأثر على العميل او الاند يوزر؟ طيب خليني احكي لك بدايه قصه. انا كان في كافيه كنت بعمله كونسلتنج من سنين. الكافيه ده كان اياميها من غير ما اقول ارقام بالظبط، ولكن كان اياميها مثلا المرتب كان بيتكلم في 5000 او 6000 للهيد ويتر. الراجل طبعا الكاستمر قال لي اللي هو الكلاينت في حالتنا، كلاينت في حالتي انا اياميها في الكونسلتنج كان صاحب الكافيه، صاحب البيزنس. قال لي لا انا هدفع 3000. طب ده اصلا نص السوق. يعني احنا بنتكلم، قال لي 3000 ده كمان والهوا معاك، انا ممكن ادفع 2000 وكمان وهجيب حد كويس وعلى ايدي. قلت له انا مش هعرف اجيب حد. قال لي خلاص سيبني انا اجيب. جاب حد مش كواليفايد. طيب when I say مش كواليفايد، فمش كواليفايد دي معناها ان هو ولا عنده النوليدج ولا عنده السكيلز، واللي ضيعنا في بقيه القصه ولا عنده الاتيتيود. طبعا مع حاجة. اول مشكله مع عميل لقينا شتيمه ولقينا الفاظ ولقينا مفيش الف ب اساسا تعامل اساسا. حلو، مفيش الف ب تعامل. كويس قوي دينا والله انك قلت دي. مش هقول لك مفيش الف ب كاستمر سيرفيس ومفيش الف ب مانجمنت، هو مفيش الف ب بني ادم. يعني هو اصلا مش طيب انا بقول ما تسترخصش في الناس. يعني فعلا الناس دي ليها حقوق واحنا لازم نكون بنديها الحقوق دي. ف this is very important. بالعكس ده الباد براكتسز من واحد ان انا اكون بدي الموظف حقه.
2 ان انا اكون مختار اصلا موظف بالكالتشر بتاعتي. 3 تكون الكالتشر بتاعتي بتخدم الكالتشر بتاعت العميل او شبهها. تمام. 4 ما كنتش انا بخلي الموظف بتاعي يغل من حاجه نيجاتيف انا بعملها، لان هو لما مش هيقدر لي او مش هيقدر ينتقم مني هينتقم من العميل فيا. يعني هو هيظهر في البرفورمانس في الاخر بس. وحتى لو ما ظهرش في البرفورمانس على عمد فهو هيظهر في البرفورمانس على غير عمد. يعني اما انا هكون مخنوق فانا برد على العميل او انا بهندل العميل، يا راجل روح بقى انا ناقصك، ده هو صاحب الشركه اصلا مكفرني، ده هو الناس دي اصلا مش مديني حقوقي. فما فيهاش كلام، اتس فانل، دايركت فانل ما بين ان انت بتعامل الموظف كويس وان الموظف بيعامل العميل كويس. قولا واحد عشان نوصل للكاستمر ساتسفاكشن لازم نوصل للامبلوي ساتسفاكشن، صح كده؟ فيري جود، يعني الله ينور عليكي، انت حطيها بشكل كويس جدا. مش هزود ولا كلمه، الله ينور عليكي. تمام. طيب انا بقى لو شركه دلوقتي اغير ايه في الاتش ار استراتيجي بتاعتي عشان اوصل ان انا اخدم الكاستمر ساتسفاكشن؟ ايه اللي المفروض ابص له واعدله لو انا حاسس ان الكاستمر بتاعي مش ساتسفايد؟ حلو قوي. طيب انا ممكن اجاوب السؤال ده بشكل سبيسيفيك او بشكل جنرال. خليني اعمل الاثنين سريعا. لو بشكل سبيسيفيك فانا هقول لك روح اعمل اي سي اي وهعمل روت كوز اناليسيز، اعرف ايه اللي مضايق العميل، شوف المشكله دي تتصلح بان الموظف بتاعك يعمل ايه او البروسيس تتعدل في ايه. ما هو مفيش حاجه مهمه الاثنين دول. يا اما الموظف بيتدرب يا اما البروسيس بيتغير. حتى لو البرودكت فيه مشكله، ما هو البرودكت فيه مشكله ليه؟ يا اما العامل اللي واقف على المكنه مش عارف يعمل المنتج صح، يا اما البروسيس فيها حاجه غلط. فبرضه هنلف ونرجع لحته الاورجنايزيشن ديفلوبمنت ونرجع لحته الاو دي في بيبل او بروسيس. تمام. لو انا هجاوبك بشكل سبيسيفيك فده بشكل جنرال بقى، انا مش هستخدم كلام كبير، مش هستخدم اتش ار استراتيجي ومش هستخدم حاجه ضخمه، ولكن انا هستخدم بدايات التعامل البشري. ادي الموظف حقه اللي يخليه عارف يعمل الشغل. يعني ادربه. حلو. شوفي انت بما انك انسانه يو ار بروفيشنال اند يو ار كونسلتنت، فدماغك راحت لحته ان حق الموظف عليه هو التدريب، وكلامك صح والله. حق الموظف عليه ان هو يبقى امباورد، يبقى الراجل ده معاه تدريب، معاه حته صلاحيات ولو بسيطه عشان يحس ان هو بيعمل حاجه. الله ينور عليكي. وهتكلم بقى في الكام حاجه الطبيعيين بعيد عن ده بقى. مدير سليم نفسي، اداره سليمه نفسيا، مرتب كويس، بنفيتس تشيله، ورك لايف بالانس، يعرف يشوف ولاده في اليوم، يعرف يشوف مراته جدا جدا. ومش عايز اقول لك ان برامج كتيره بدون ذكر اسماء عشان ما حدش يرفع عليك قضيه من اول البرنامج بتاعك. فبدون ذكر اسماء بنتكلم على حد معين. فداك يا مروه. ربنا يخليك يا رب. لا مش فدايه والله، ساعتها مش فدايه. في انتربرينورز واسمائهم وشفنا فيديوهاتهم على السوشيال ميديا مكسره الدنيا، بيطلع يقول لك لا انا ما اديش الموظف اجازه، ان الناس مش عارف في بلد ايه بيشتغلوا كام الف ساعه. لا 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 لا، ده مش من دين ولا من ثقافتنا ولا من ديننا ولا من تربيتنا. الموظف ده محتاج يعرف ينام ويعرف يخرج ويعرف يتفسح ويعرف يلبس. فالمدير والاداره والورك لايف بالانس والنفسيه السليمه ومفيش توكسيك انفايرمنت، كل ده من حقوق الموظف. ما تكلمنيش في تطوير كاستمر سيرفيس وفي افتر سيل سيرفيس وفي اتش ار استراتيجي وفي او دي مش عارف ايه من غير ما تكوني بتدي الحاجات الطبيعيه السويه اللي المفروض تعمليها مع الموظف. تمام. طيب اسالك سؤال بقى مهم جدا جدا جدا، ازاي كوبريشن بين الهيومن ريسورسز والكاستمر سيرفيس ممكن يعلي لي السيلز بتاعت البيزنس؟ سؤال حلو جدا. طيب اولا الكاستمر سيرفيس لازم يكون بيتكلم لغه الاتش ار، والاتش ار لازم يكون بيتكلم لغه الكاستمر سيرفيس. دي واحده من اكبر التشالنجز اللي انا شفتها في شركات كتيره جدا من اللي عملت لها استشارات. الاثنين بيتكلموا لغات مختلفه. ازاي بقى؟ ازاي؟ واحد بيتكلم لغه التيرن اوفر، باشا انا عايز 2 يكونوا موجودين عندي يلوجوا عشان الكول سنتر واقف. والتاني باشا انا عايز اعين لك بسرعه عشان يجي والمديرك ما يشتكينيش للسي او او للجي ام. السايكل دي this is a very bad loop, this is a vicious loop. مختلفه الاهداف صح. وبسم الله ما شاء الله الاهداف مختلفه والهدفين غلط. طيب احنا دلوقتي لو بنقعد مع بعض بشكل سوي نعمل ورك لود اناليسيز، تمام، من كجزء من تخطيط القوى العامله او من الورك فورس بلاننج. والورك فورس بلاننج او الورك لود اناليسيس ده بيخلص ان انا محتاج 2 كاستمر سيرفيس. لا انا محتاج 2 كاستمر سيرفيس يكون مؤهلين بنوليدج وبسكيلز وباتيتيود وبابيليتي عامله كده.
يا عم الاتش ار عشان نعرف نجيبهم خلينا نعمل رول بلاي مع بعض، خلينا نقعد مع بعض ونجيب الناس احنا في ورك شوب او في حاجه نقعد مع بعض نختار الانسان الصح. خلينا ما نتزنقش واحنا عاملين ورك لود اناليسيز وانت بتعاين من بدري. خلينا نبقى محترمين الموظفين اللي عندنا عشان الموظف ما يقفلش وينزل من الشركه يقدم استقالته على التليفون، لا يديني نوتس بيريد والدنيا تمشي. خصوصا انا جايب حد بيتعامل مع اهم حاجه عندي في البيزنس، العميل. ما ينفعش يكون مش متدرب، مش فاهم، مش عارف، مش مديله وقته، جاي حطيته على طول في وش العميل من غير ما يعرف اي حاجه. صعب. قولا واحدا هزود كلمه واحده على اللي انت قلتيه، مش راضي. ما ينفعش يكون هو بيتعامل مع واحد عايز يرضيه وهو ذات نفسه مش ساتسفايد. وعشان كده بنشوف ان في ناس بعد اسابيع من الشغل في حته، خصوصا انا عارف ان الكاستمر سيرفيس از ا فيري وايد اوشن، ولكن انا بخص الكول سنتر بالكميه الامراض النفسيه اللي الناس بتطلع منها. دي حقيقه. دي حقيقه. واصلا المعروف عن الكول سنتر ان هو ستريسفل جدا وشغل صعب ومحدش بيقعد فيه، وهي محطه وبنروح على حاجة تانية. الاستمرارية فيه الناس فاكرة ان هي مفيش استمرارية فيه، بس هو بالعكس. ممكن حسب الانفايرمنت بتاعت الشركة اخلي الناس اللي عندي تكبر فيها او لا. خليني بقى بالمرة خليكي يتقبض عليكي تاني مرة واقول ان المشكلة هنا مش بس مشكلة ورك انفايرمنت، ولكن هي مشكلة الكابيتاليزم. انت عشان تمشي مع النظام الرأسمالي اللي حاصل للأسف الجوب ديزاين بتاع الشغلانة دي فيها مشكلة. الجوب ديزاين زي ما الجوب ديزاين بتاع البنك تيلر، الراجل الصراف اللي في البنك فيه مشكله. انا لغايه دلوقتي ما قابلتش صراف في حياتي سعيد. ما قابلتش حد لو مضغوطين طول الوقت، مضغوطين وبيبان على وشه وانت بتصرف من على الشباك. مش حابك ومش حابب الشيك اللي في ايدك، هو مش حابب. الفلوس اللي بيطلعها مش حاببها. البنك تيلر، الكول سنتر ايجنت، الراجل اللي قاعد في شركات الاتصالات الكبيره، اللي قاعد في الفرع، اجين اللي هو حتى عملوا تدريب اسمه صلصه، اللي هو بيبقى كاستمر سيرفيس وسيلز، برضه مش حاببني ومش حابب الدنيا ومش حابب الناس. ده انا بعزل ده لحته الرأسمالية اللي خلت فيه مشكله في الجوب ديزاين. السي اوز وهم بيعملوا جوب ديزاين اللي هو يعتبر في الاو دي او في المين اكسبرتيز بتاعتي، في الخبره الصغيره اللي عندي، بيفكر في البروفيتابيلتي اكتر ما بيفكر في رضا البني ادم اللي عنده. بالظبط. وانا شايف ان ده اكبر مشكله يعني. طيب مروان، دلوقتي عايزاك ببساطه تشرح للناس يعني ايه او دي والفرق بينه وبين الاتش ار عشان الناس تبقى عارفه احنا بنتكلم عن ايه. والله دي اللي ده مني فعلا ان انا ابدا السيشن كل ده وما كنتش عرفت الاو دي. انت لو سالتي 5 من اصل 10 يعرفوا مروان، هو مروان شغالي في 5 حلوك اتش ار وفي 5 حلوك او دي، زي ما قلت في الابيسود دي، وفي 15 تدريب وفي 1000 كونسلتيشن. الاو دي مختلف تماما عن الاتش ار. تمام. الهيومن ريسورسز هو شويه حاجات بنعملها، شويه اكتيفيتيز بنعملها عشان نعمل 3 حاجات: نأتراكت ونريتين ونديفلوب. تمام. نشد ونربط الراجل ده جنبنا كده. أيوه. ونطوره عشان يفضل الراجل معانا موظف من اول تالنت اكوزيشن لورك فورس بلاننج لبيرسونال لبرفورمانس مانجمنت للكومبنسيشن بنفيتس لاستراتيجيك اتش ار، كل ده تحت حته الهيومن ريسورسز. ايه بقى الاو دي؟ لا، الاورجانيزيشن ديفلوبمنت هو التطوير المؤسسي، هو مبادره. it's a one shot initiative, it's a one shot activity. عايز سميها حركه هعملها مره واحده عشان اطور people وبروسس. بخش اعمل تشخيص للامراض اللي موجوده في الشركه، للعيوب اللي موجوده في الشركه، والعيوب دي خليني اقولها لك واتحدى كل الناس على وجه البسيطه، مش هتطلع بره مشاكل يا اما في البيبل يا اما في البروسس. سمي كل اللي انت عايز تسميه، هو المشاكل يا اما في بيبل يا اما في البروسس. اصلا انا ما عنديش اي حاجه ديجيتال بروسس، اصلا الناس اللي عندي ما يعرفوش يعملوا ديجيتال بيبل، اصلا الناس اللي عندي مش متدربين بيبل، اصلا انا فلوسي بتخلص بسرعه، يا اما بيبل بتسحب، ممكن يكون صاحب الشركه بيسحب، يا اما يكون انت ما عندكش خزنه مقفوله صح وبتدي يوميات بشكل غلط بروسس. فانا هفضل اقول لك كل المشاكل اللي في الدنيا يا بيبل يا بروسس. فالاو دي هو راجل بيخش يشخص ويبدا يحط اكشن بلان ويطبق الاكشن بلان دي عشان يعالج المشاكل اللي موجوده في البيبل والبروسس. طيب مين في الشركه بقى اللي معني بالقرار ده وتنفيذه؟ حلو، سؤال محترم جدا. مش الاتش ار؟ محترم جدا جدا جدا. طيب جرى الحال ان هو الاتش ار، هل ده صح؟ لا. المفروض يكون قسم لوحده؟ لا.
مين بقى؟ برضه لا. طيب فاكره في اول الحلقه لما شكرتك ان دي كانت مبادره جميله جدا منك ان انت تاخدي دور كبيره وتبداي الكاستمر سيرفيس هو اللي يجيب بقيه الفانكشنز ويتكلم معاهم. بالظبط. وات ايفر الفانكشن اللي مسيطر في الشركه دي هو الراجل اللي المفروض ياخد بايدينا. انجح ديبارتمنت مثلا، مش هقول انجح لان انجح الموضوع نسبي. مش هيبقى محتاج اصلا ديفلوبمنت قوي، هو ناجح اوريدي. خدي بالك، ما هو دي المصيبه ان انت مش هتعرفي تنجحي لوحدك. بالظبط. انا هفترض معاك الكلام ان انا دلوقتي عندي ديبارتمنت ناجح جدا وانا زي ما قلت لك انا مع كامل تحفظي على كلمه ناجح لان ناجح بالنسبه لي غير ناجح بالنسبه لي. ولكن همشي معاكي انا وانت اتفقنا ان قسم الاوبريشنز هو القسم الاكثر نجاحا. لا، ما هو قسم الاوبريشنز ده حتى لو هو مكسر الدنيا مش عارف ينجح لوحده. لازم اتش ار يجيب له، ولازم كاستمر سيرفيس يخدم عليه، ولازم فاينانس يمضي له، واي تي واي تي يخدم عليه، واتش ار يخدم. طب ما كده ده الراجل ده محتاج ناس سبورت معاه وناس كور معاه، يعني السبلاي تشين والماركتنج معاه في الكور فانكشنز هيكونوا شغالين معاه. فلا انا ضد كلمه ان هو ده انجح ديبارتمنت. ليه؟ لان اصلا حتى لو ناجح فنجاحه ده مش هيستفيد بيه لان الشركه ما ينفعش اللي احنا بنسميها عندنا في الاودي سايلوز. يعني ايه سايلوز؟ جزء منفصل. لا، انا قصدي ممكن يكون الديبارتمنت بيعرف يوصل للارقام اللي محطوطه له، كي بي ايز بتاعته تمام، الدنيا تمام، الحاجات دي. ده قصدي بقى ان لا برضه انا اللي قصدي هنا ان لازم يكون في كوميتي من كل الديبارتمنتس، من كل الديبارتمنتس. لازم. بقالك فتره انت بتسمعي كلمه اتش ار بزنس بارتنر. يعني ايه بزنس بارتنر بقى؟ الكلمه دي عماله ناس كتير يكلموني يقولوا لي انا عايز اخد كورسات ايه عشان ابقى بزنس بارتنر. بغض النظر ان طبعا في شركات تدريب على المستوى المحلي بدات تاخد شوف الماركت نيد يقول لك تعالى خد الكورس ده عشان تبقى بزنس بارتنر. وبغض النظر ان في شركات عالميه بدات تاخد السبوبه دي ويقول لك تعالى خد السيرتيفيكيشن بتاع البزنس بارتنر. انا بالنسبه لي راجل البزنس بارتنر ده راجل سواء بقى هو هيومن ريسورس بزنس بارتنر او سبلاي تشين بزنس بارتنر او اي مكان بقى تشوف انت عايز تسميه ايه بقى مش فارق لي. كلمه بزنس بارتنر هو الراجل اللي هيعرف ياخد باله من شعبه. تمام. يعني انا في حد دلوقتي بعمل له كوتشنج هو شغال اتش ار بزنس بارتنر، فلما كلمني انا شغال اتش ار بزنس بارتنر فانا عارف ان في معظم الاحوال بيبقى الراجل ده الاسم اللقب مع يعني محطوط له غلط. فعشان اتاكد ان هو مش محطوط غلطه بزنس بارتنر بتنيل ايه في حياتك. قال لي والله احنا في مصنع في 100 موظف انا وواحد تاني تحتيه احنا اللي ماسكين كل احتياجاته. بزنس بارتنر. بزنس بارتنر كما انزل هياخد باله من النيدز، هياخد باله من الكومبنسيشن بتاعتهم، هياخد باله. في الحاله دي الراجل ده هو الانجح في اختيار الكوميتي والانجح في قيادتها. تمام. يبقى هنا انا ما يعني I didn't corner ان ال HR هو اللي يبقى القائد بتاع ال OD initiatives، ولكن انا قلت ان الحد اللي هيعرف ياخد باله من شعبه ويكون هيعرف يختار الناس اللي حواليه هو ده اللي يعرف يليد حته النجاح دي. طيب مروان دلوقتي name one سكيل واحده لو مش عندي انا كحد بيشتغل في ال HR يبقى انا ناقصني كتير جدا. بصي انا طول عمري مكلبز، طول عمري تخين. مره كنت ماشي في نادي انا وماما فجاء مدرب وانا كنت طول عمري اطول من سني، فجاء مدرب الجودو في النادي قال لا ابن حضرتك بيلعب ايه؟ قلت لا شايف زي ما حالته مكلبز كده ما بيلعبش حاجه. قال لا طب خلاص هاتيهولي. حلو. انا لما كبرت رجعت يعني الريفيزيتد اللي حصل ده. هو الراجل ده كان يعرف منين اذا كنت انا بعرف اتحرك او سريع او اي حاجه ولا جاب الكلام ده منين؟ والله الراجل ده فكر التفكير المثالي هاير كاركتر ترين سكيلز. الراجل هياخد الجته ويعلمه. هو شاف الفيزيك ينفع قوي عنده. تعالى بقى. وده اللي حصل في انجح واحد في تاريخ الجودو اسمه تيدي رينيه. طوله 2 متر وي او 196 يعني وزنه 134 كيلو عضل. بسم الله ما شاء الله. راجل من اصول افريقيه بيلعب في المنتخب الفرنسي للجودو. قعد 10 سنين ما بيخسرش. ليه؟ هم خدوا الفيزيك زي ما انت قلتي وبداوا يدربوه والحمد لله it just happened ان هو عنده بذره الموهبه فالدنيا كملت. طب بالنسبه للبني ادم بقى وانا بختاره في شغل ايه اللي يعوضني عن كلمه فيزيك؟ كاركتر. الشخصيه السويه المتربيه السليمه النفسيه البيضه اللي بيها يعرف يعمل كل حاجه. لو حد مش كده ما ينفعش يبقى HR وهيذل الناس وهيذل صاحب الشركه وفي الاخره هيذل نفسه. ما هو اللي عامله في دنيته هيذل نفسه في الاخره اكيد. قولا واحدا لو هختار كلمه واحده تبقى في الاتش ار هي نفس الكلمه باي ذا واي بين رايي وطبعا يعني لا يفتى ومالك في المدينه اللي هختارها للكاستمر سيرفيس
نفس السكيل، انا اسف نفس الاتيتيود، امباثي. بالظبط. ان انت كراجل اتش ار او كراجل كاستمر سيرفيس، ما هو خلي بالك الكاستمر سيرفيس بيخدم العميل الخارجي والاتش ار بيخدم العميل الداخلي. احنا حتى بنسميه انترنال كاستمر. بالظبط. يكون عندي تعاطف وتفاهم، متفهم للي قدامي. صح. الراجل ده عايز اجازه، الراجل ده جاي الانترفيو متوتر، ما وضحوش زياده، حقه ان هو جاي متوتر. هو يا سيدي جاي وعنده 23 24 سنه ومش فاهم يعني، ما حقه ان هو يكون متوتر. ما اقعدوش انا بقى اقول له اعمل معاه مش عارف ايه، عشان لا حرام هو جاي متنيل متلصم. انا بقى اسالك سؤال، ليه بقى الاتش ار هيتد؟ عشان في بعض الشركات هيتد عشان ما فيش امباثي يعني. والله انا مش عايز اكرر نفسي، ولكن عشان ما فيش امباثي. تحس ان هم في بوزيشنز اعلى من الموظف عشان في ايده حاجات كتير مثلا. ممكن that's a main reason, that's a very good reason. والله ضيفي عليه بقى الحته اللي بقولك عليها. عارفه انت لما بيقولك لما توصل ما تصعبوهاش على ايوه، هو بقى الاتش ار فاكر نفسه وصل، لان هو بقى فيه اتس ا تايني بيت اوف باور على الناس، فيبدا يمس يوز. طب حرام عليك يا اخي. ده انت ربنا كل ما قوتك بتزيد كل ما ربنا هيرجع عليك بالمسؤوليه. يعني سبايدر مان with great power comes great responsibility. انت عشان بقيت قادر تاخد قرار ما تتجبرتش على الناس يعني. صحيح. برضه الغياب الامباثي. تمام. نقدر نقول سكيل او السؤال انا كان الامباثي ما فيهاش كلام قولا واحدا. مروان، طيب دلوقتي لو انا حد اندر جراد فاضل لي مثلا سنه او سنتين قبل ما اتخرج او لسه متخرج وبفكر في مجال الاتش ار ان انا ادخله، ايه الخطوات اللي اخدها؟ ايه الحاجات اللي اهتم بيها؟ ايه الحاجات المهمه قوي اللي ابتدي بيها دلوقتي؟ بصي والله لو انت كنت سألني على السؤال ده، عايز يخش مجال اتش ار او عايز يخش مجال اورجانيزيشن ديفلوبمنت او عايز يخش مجال فاينانس او كاستمر سيرفيس او سبلاي تشين، انا اجابتي هتكون واحده. اوكي. في السنتين بتوع الكليه اطلع من الكليه معاك الحاجه اللي ما ينفعش تخش السوق من غيرها. ايه هي؟ زمان من 3-4 سنين كنت هقول لك لازم يكون معاك انجلش تحفه، يفضل لو معاك لغه تانية جنب الانجلش ده في مخصوص اللانجوج، والاهم من اللانجوج 1000 مره يكون معاك سوفت سكيلز. تمام. بتعرف تقف تتكلم قدام حد من غير ما تخاف، تعرف تعمل بلاننج. وده انا عايزه اقول اروح اخد كورسات ولا لازم ابقى فعلا بعرف اعمل حاجه؟ هي دي الفيصل، هي دي بقى النقطه اللي انت قلت عليها صح. أيوة. هي دي الفيصل. انزل يا باشا، انزل بقى، روح بقى تطوع في صناع الحياه ولا في مرسال، انزل اشتغل ببلاش. ما تبقاش عندك الهيبه اللي موجوده من الورك انفايرمنت دي. تعرف يعني ايه صحيان الساعه 8 الصبح وانت مضروب ب1000 طلقه، لكن انا هنزل واروح في الساعه او في الحر. فانا بتكلم على اللانجوج، بتكلم على السوفت سكيلز، وطبعا طبعا 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 بعد ما ال3 سنين عدوا بقى خلاص اي اي. طبعا تعرف تكتب برومبت كويس، تعرف تديزاين على اي اي جرافيك ديزاين حلو، تعرف تعمل بلان على اي اي، تعرف اذا كان الحاجه دي اي اي ولا لا. يعني خلي بالك دي سكيلز احنا لسه بنحبو فيها يعني. ولكن دي خلاص بقى الجيل اللي طالع ده احنا متوقعين منه اخواتنا في جينزي، وان شاء الله باذن الله الجيل بتاع ولادنا الفا لا يطلعوا بقى الحاجات دي احسن مننا فيها مليون مره باذن الله. تمام. بما انك جبت سيره الاي اي بقى، خليني اسالك سؤال كنت هساله بعدين. ايه الاي اي تول اللي ما ينفعش يكون اتش ار ديبارتمنت دلوقتي ما بيستخدمهاش؟ حلو. والله هو مش واحد. انا اسف ان انا عمال يعني اقرفك في الاجابات. لا تمام بالعكس. ولكن خلينا نفكر الموضوع من شكل تاني. انا دلوقتي عايز اطلع مروان الاو دي او مروان الاتش ار ده يطلع من الروم وندخل مروان السبلاي تشين. ودي سالتي السؤال ده. تمام. انا عايز اللي عند الاثنين ما يقولوليش ان انا ما اجيش اقول لك زابير ولا اجي اقول لك اسماء تولز وخلاص. الفكره اللي انا عايز اطلبها منك ان انت تشوفي ايه الحاجه اللي موجوده عندك في الورك فلو بتاعك اللي ممكن تعملها اوتوميشن. وتبداي تروحي تغيبي 4-5 ساعات في اوضتك ماسكه كوبايه شاي وسجاره، وتطلعي لي بعد التفكير ده تقولي يا مروان هو انت مش شايف معايا ان الحته بتاعت الريكروتمنت دي بدل ما احنا بنبص على 1000 سي في نجيب لنا ابليكنت تراكنج سيستم هو يبص على السيفيات كلها وعلى الريزمز كلها ويطلع منها ريزمز المناسبه. مروان هو الورك لود اناليسيز اللي احنا بيطلع عينينا شهر 11 و12. هو انت مش شايف يا مروان ان احنا بدل ما بنعمل ده يبقى عندنا اي اي تول يخدمنا في ده؟
مروان بالنسبه للكافيه اللي احنا بنعمله مانجمنت ده اللي احنا شغالين فيه، بدل ما احنا يكون عندنا كاميرات، مش شايف نشيل الكاميرات ونحط كاميرات اي سبورتد تقول لنا بتاع الباريستا عمل كام قهوه وكام شاي و يبقى انا هنا عايز العقليه، مش عقليه اللي هو ايه التول المناسب ليه او ايه اسم التول، لا انا عايزك تقول لي ايه الحاجه من الورك فلو ننفع نعملها اوتوميشن او ينفع الاي اي يخش فيها ويخش. انا ليه بقول الكلمه دي؟ في شركه كنت بعملها كونسلتنج في دبي. تمام. دبي الحياه اسرع مننا، ولكن الحياه بيبقوا عايزين يبينوها ان هي اشيك مننا، فده ساعات الكمز وده كوست. تمام. غبت عنهم انا 4-5 شهور. كلمتني الاتش ار قلت لها بصي انا حاليا مش فاضي. عملت لها ريكومنديشن لحد زميلي وحلقت له ما كلمتلوش، وبعدين رجعت قالت لي ده احنا عملنا استشارات ده طب خير ودي النتائج، لان انا الحمد لله وصلت مع الكلاينتس بتوعي اللي بقالهم معايا 4 و5 سنين خلاص. انا مش كونسلتنت على قد ما انا انت معانا في الشركه، فانت احنا جبنا كونسلتنت تعالى قيمه لنا. رحت لقيتهم داخلين في بروجكت مكلفهم $600,000 اي اي. انت لو اديتي دلوقتي 600,000 جنيه انا هبطل اشتغل، هاخد مراتي ونروح نعيش في جبل ومعانا بنت وهنسى بقى ايه حياتي والمجتمع والناس. دول صرفوا $600,000 على حاجات اي اي. فانا قعدت معاهم قلت طب صلوا على النبي كده يا جماعه، هو ايه الاي او اي بتاع الكلام ده؟ والله بص وفي ريبورت و80 صفحه. قلت لهم بس واحده واحده بس عشان ايدي على قلبي. هو انتوا هتدفعوا الفلوس دي كلها وانتوا لسه ما عندكوش خطر حقيقي ولا اوبجكتيف واضحه سمارت توصلنا لده؟ دي الفتره اللي جايه للشركات المفروض تخاف منه. على اللي هو ايه الاي اي التول الجامد كذا خلاص هات لنا كذا ده، لا ما تبقاش الموضوع لازم ماشي احسب كده. الار او الله اي ينور بتاعه. عليكي. لازم اشوف النيد اللي عندي وايه اللي ممكن يعمل يحصل له اوتوميشن وايه الاي اي بتاعه، عشان لما اجي ابدا انفذ اشوف اذا كنت انا فعلا وصلت للنتيجه المرجوه ولا. على كده بقى البيزنس كونسلتنت ده شاطر جدا، خلاهم يدفعوا $600,000. والله ولا شاطر ولا احزنوا يعني ما ازاي اقنعهم بحاجه زي دي؟ عنده ايه؟ عنده سكيلز الاقناع. صح. خلي بالك السوفت سكيلز 7 كاتيجوريز، منهم كاتيجوري اللي هو بتاع الانفلونسنج اذرز، ازاي تانفلونس وتبرسويد وتكونفنس وتقنع. بالظبط. للاسف السكيلز دي زايده عند النصابين. طبعا متفق. انا مش بقول عليه نصاب والعياذ بالله، بس انا بقول الناجح اكيد عنده سكيلز دي، لازم يكون عنده سكيلز دي. بالعكس ده انت ده من لو انت تدبرت في حكمه ربنا قال ارزقنا لمن حيلة له حتى يتعجب اصحاب الحيل. تلاقي انت واحد لا يفقه شيء والدنيا طب ليه؟ ما هو ده من كمال تدبير ربنا. فما تفكرش في الحته دي. تعالى ما نمسك النصاب ده نفكر فيه. طبعا انت فاهم النصاب ده انا هتكلم على الكوز والافكت. هو ازاي عرف يعمل كده؟ عرف يعمل كده عشان هو كبر لهم الموضوع وما ادهمش ارض صلبه، وعرف يعمل ايرجنسي، فكان بياع شاطر فعرف يبيع البيع. طب ليه عمل ده؟ لان هو اكيد مع الشركه اللي هو اشترى منها دي اكيد واخد كوميشن من اللي هو عمله. بالظبط. قولا واحدا. ده اللي انا بحاول اوصله. لما اوصل له هبلغ عنه بشكل سليم ومش هعمل حاجه. بلغ وزاره الداخليه. هبلغ وزاره الداخليه الدوليه. مش هتكلم في حاجه. طيب ليه ممكن انا كبزنس اعمل تريننج للموظفين عندي، يكون تريننج كويس جدا، جايب انستراكتور خطير، معمول مانيوال فظيع، كل حاجه تمام، بس ما لاقيش النتيجه اللي انا متوقعها في الوقت اللي انا متوقعه؟ سؤال يعني مش عايز اقول سؤال كويس تاني او رابع بقى من الاسئله كلها كويس والله يا دينا. هقول سؤال لازم يتسال دلوقتي. لان الناس اولا هجاوبه بشكل مش عملي او مش اكاديمي، وبعدين هجاوبه بكلام اكاديمي. تمام. الناس بيعاملوا التدريب ان هو فسحه. ده حقيقي. احنا 2026 المنتاليتي بقى بتاعت الترينيز نفسهم والمانجمنت وحياتك. الواد ده كويس، والكلام ده مش بس في مصر وفي كذا دوله. الولد ده كويس طلعه تدريب. ايه ده؟ فين بقى اللي هو البرفورمانس اناليسيز والتيم اناليسيز والاورجانيزيشن اناليسيز والتاسك اناليسيز، ونطلع من ده اشوف ايه الويكنس بوينتس اللي انا محتاجه اديها. ده احنا بنسميه بقى في الاتش ار تي ان اي. أيوة. ونبدا من التي ان اي ده نعمل تريننج بلان محترمه. دي بتعدي بكذا مرحله، من اول اناليسيز للديزاين للديفلوبمنت للامبلمنتيشن للايفالويشن. طيب ماشي يا مروان، يعني انت بتقول يا مروان ان احنا لو عملنا ال5 حاجات دول الحل هيتصلح؟ لا مش شرط. دي بقى الحته الايه اللي انا واخدها من الكتاب زي ما هي وشفتها على ارض الواقع اكتر ما شفتها في الكتاب. التريننج ترانسفير.
انت ممكن تكون، انا فاكر اول مره اتعلمت هاو تو ثرو ا بانش. رحت لبابا قلت له بابا انا ازاي اضرب بوكس. والدي ضابط شرطه وعنده البدايات بتاعت ده، وعنده راجل عارف ازاي. فطبعا والدي مش ما سالنيش حاجه، كنت سالت امي كانت هتقول لي ليه انت عايز تخانق يا ابني ولا حاجه. لا ابويا قال لي تعالى مروان بتعمل كده وبتضربه لازم يجي هنا. قلت له تمام. خدت الكلام ده وتحفه. رحت تاني يوم المدرسه كان في ولد صاحبي زميل اسمه تامر، كنت عايز ايه اضربه. حاولت اطبق اللي انا ايه، اكلت علقه زي ما الكتاب بيقول. الغلطه هنا فين بقى؟ الغلطه هنا في حاجتين. واحد ان انا ما عرفتش اللي اتعرض في التدريب في كنترولد اكسبيرمنتيشن، ما عرفتش اطبقه على ارض الواقع. ما هو الحياه مش هتجيلك تقول لك يلا الاكسل قدامك اهو الماوس في ايدك يا حبيبي دوس بقى كليك هنا زي ما اتعلمنا. لا مش ماشيه كده اهي. بيبقى في ضغوطات وفي واحد وبدران بيحوش وفي فيلم كبير حصل حضرتك مش هتعرف تطبق فيه كنت عارف في التدريب. ايوه بالظبط. طب غير كده لا، ممكن تكون الدنيا سامحه والمحاضر شاطر ومديني التولز ومديري مش راضي. عادي. انا مش عارف اطبق اللي انا خدته في التريننج في وظيفتي في الجوب في التاسك بتاعتي. مديري سخيف. ارمي القرف اللي انت اتعلمته ده. باشا احنا مستعجلين، سيبك من الكلمتين الكتب اللي انت خدتهم دول. مدير منفسب مني مش عايزني اطبق الحاجه اللي اتعلمتها جديد. زي ما بقول لك اتعلمت الكلام في التدريب بشكل اكاديمي جدا او بشكل نظري جدا، ما يسمحليش ان انا اطبقه على ارض الواقع. كل دي اسباب. بس دي النقطه دي هتبقى ويكنس بوينت في التريننج نفسه، ان انا بدرب اكاديمي بس ما بعملش ورك شوبس، ما بعملش اكتيفيتيز، ما اجيبش كيس ستاديز، ما اجيبش حاجات من الريل طبعا الله ينور عليك. صح. الحاجات دي كلها صح. فبقول حاجات نظريه ملهاش دعوه بالواقع. بيرفكت. متفق معاك جدا. في حاجه اسمها وبرضه ولا يفتى ومالك في المدينه، يو ان ام بي هولدر وحد عنده اكسبيرينس ولا نزكيك على الله يعني. عايز اتكلم في النقطه دي. في حاجه اسمها adult learning theories او النظريات اللي احنا لو احنا ذاكرنا الخمسه او السته adult learning theories هنعرف ازاي نعمل تدريب ناجح. تمام. ان الراجل الكبير ده، الراجل البالغ العاقل ده ما بيعرفش يتعلم غير لما يكون بيعمل بايديه، غير لما يكون في ريليفنس بارض الواقع، غير لو احنا مش على الخمسه دول القسم المسؤول عن التدريب او فانكشن التدريب والمحاضر هيعملوا تدريب باذن الله ناجح. تمام. طب هنا السؤال اللي بعديه بقى، انا بقى المانجمنت دلوقتي مش لاقي ريزلت، اعمل ايه؟ مش لاقي الريزلت، يبقى انا عندي ويكنس بوينت يا اما عندي كمانجمنت يا اما في التدريب اصلا نفسه. صح. اعمل ايه بقى؟ لازم نعمل روت كوز اناليسيس زي اي مشكله في الدنيا. ارجع بس شوف البروسيس من اولها. تمام. ارجع انت عملت التدريب ده حصل له تي ان ايه، التدريب ده انت حصل له ديزاين، حصل له ديفلوبمنت. طب في الامبلمنتيشن مين المحاضر؟ طب المحاضر كانت عامله ازاي؟ طب ايه بالظبط الكريكولم اللي اتدرس؟ طب ايه الجيميفيكيشن ميثود اللي ماشي؟ طب يعني انت في تشيك ليست. لا باذن الله مش هيحصل فيها ضلال. لو مشينا عليها هنعرف المشكله فين. لان هي الموضوع زيه مش بتكلم على التدريب ان هو بسيط والعياذ بالله. انا بتكلم عن اي حاجه في الدنيا بسيطه. لو انت ماشي على تشيك ليست. انا مراتي بتتخانق معايا بشكل يومي على حته ان انا عايز اعمل اس او بي من كل حاجه، وده مش وحش. ده حقيقي ولا ده حقيقي؟ ده بجد يعني. ده بجد، ده كلام بيحصل. ان انا فعلا حته الاس او بي انا شايف ان شاء الله لو الاس او بي دي حاجه كويسه. هي زعلانه اللي بتعمل اس او بي ايه بالظبط؟ حاجات غريبه مثلا على المستوى البيرسونال، حاجه بقى تخنق بقى يعني. تعالي مثلا بقى ايه اللي هو ايه، انا هخش اعمل بيض بالبطاطس. ازاي بقى؟ قولي لي لازم بقى النهارده انا قاعد بفكر مع نفسي النهارده الصبح ان البيض بياخد في الاير فراير، البطاطس بتاخد في الاير فراير 20 مينتس والبيض بياخد 8 مينتس. فانا مفروض يبقى في فرق بينهم 12 مينتس عشان الاثنين يطلعوا مع بعض. ليه بقى لازم البيض يطلع مع البطاطس؟ عشان اكلهم مع بعض. لا، ما انت عايز البطاطس لما بتاعت الاير فراير دي تديك دقيقتين 3 لغايه ما تطلعها على ما البيض يكون فعلا ايه وصل 8 دقائق بتاعه، يبقى كده فرق 11 مينتس مش انا شايف ان ده مريح. انا شايف ان ده حتى على المستوى الشخصي مريح. نفس الكلام في الشغل. ما بالك بقى بالشغل مش حتى البروفيشنال بقى باشا. في تدريب ممكن في 7 خطوات نمشي عليهم الدنيا كلها هتسلك باذن الله. تمام. فانا شايف ان كتير من الادارات على مستوى العالم ولا اخص، انا الحمد لله عمل استشاره 9 بلاد. خليني اقول لك قولا واحدا، ما فيش حد بيمشي على البروسيس بشكل محترم. وان كان هم سبقونا في اوروبا وفي امريكا، سبقونا في البيزنس عشان هم يعني اكثر تطبيقا للبروسيس مننا. طيب انا المفروض كشركه الاقي تحسن بعد قد ايه لو اديت تريننج في حاجه معينه؟ الاقي بيرفورمانس اتحسن بعد قد ايه؟
تختلف. الموضوع فيه اختلاف، حتى الايزو بيقول لك ان السوفت سكيلز حاجه والتكنيكال سكيلز حاجه أكيد. واللانجوج سكيلز حاجه. فمفيش وان موديل فيتس اول زي ما بيقولوا، ولكن بتختلف من سوفت سكيلز تاخد وقت مختلف عن التكنيكال سكيلز، بتاخد وقت مختلف عن اللانجوج سكيلز. وان كان والله لو هنطلع من سؤالك عشان ما بقاش انا قلت ارقام مش بس، لو هنطلع من سؤالك بحاجه مفيده، لازم الشركه يكون عندها بوست ايفالويشن مكمل لمده سنه. الفكره هنا من السؤال انه مش هلاقي بكره تحسن، لا، مفيش لازم بكرة. ادي الوقت ولا الكافي بكره ولا اسبوع ان انا ولا اطبق والاقي نتيجه. صح. تمام. ولا بكره ولا اسبوع ولا 10 ايام ولا شهر ولا 2. بالظبط. ايه ال HR jobs او التاسكس اللي هتختفي لا محاله بسبب الاي اي؟ في اتش ار فانكشنز انا متوقع ان هي هتختفي اختفاء تام. اولها الورك لود اناليسيز. تمام. مش هنبقى محتاجين نقعد مع المديرين نعرف ارقامهم قد ايه. خلاص. جزء كبير من الريكروتمنت، يعني جزء كبير من اختيار البشر للاسف وانا مش حابب ده هيختفي. الاي اي هيخش يقعد مع البني ادم، يمشي خطوات بسيطه جدا، يعرف البني ادم ده شخصيته ايه، طبقا مثلا لجالب هيعرف شخصيته ايه وايه اللي بيحبه وايه اللي بيكرهه وايه اللي ينجح فيه وايه اللي يفشل فيه. في حته في الكومبنسيشن بنفيتس فيما يخص السالري سيرفي هيبقى الاي اي بيعملها احسن مننا، وفي مؤسسات بعينها هتختفي. طب انا اسالك على حاجه بقى مهمه هنا، الاي تي اس ده طلع ناجح ولا يعني ممكن يكون بيظلم شويه في اختيار الافراد؟ لا انا مش شايفه. لان انا بدور، انا في الاول في الاخر انا اي سوفت وير بدور على كلمات معينه. صح. لو ما لقيتهاش في السي في مش هبص للشخص ده خالص. طيب خليني بقى اعلي على سؤالك كمان واقول لك ان انا مش مؤمن اصلا بالريزمي. فانا ما دام مش مؤمن بالريزمي تبعية مش هبقى مؤمن بالاي تي اس او بالابليكنت طيب تراكنج انت شايف المفروض اختار اقعد مع مين بناء على ايه؟ ده سؤال كويس جدا 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 ومن احلى الاسئله في الحلقه والله. ازاي نبدا نقول الانسان ده يجي يقعد معايا على اساس ايه؟ طيب انا هجاوب بطريقه معظم المنتسبين للهيومن ريسورسز مش تعجبهم. تمام. الا وهي انا هقول ان المفروض ما يكونش في كريتيريا. اوكي. يعني اي حد معدي في الشارع تعالى عايز تشتغل تعالى اتفضل، مش اشتغل تعالى اعمل لك انترفيو. تعالى اعمل لك احنا بنتكلم على اول ستيب ان انا اجي واعمل انترفيو. وانا مش بقول انترفيو بقى، بقول ايه الطريقه السلكشن كلها، طرق السلكشن كلها سواء انترفيو سواء كيس ستادي سواء رول بلاي سواء اكتيفيتي سواء ورك شوب، اي مكان الطرق كلها. ولكن انا هتلاقي الناس في الاتش ار بيقولوا لي احنا فاضيين. والله السوق بيقول ان انت مش لاقي، مش العكس. السوق انت اللي بتدور على موظف ومش لاقي. احنا في مصر قولا واحدا بنواجه مشكله عشان نلاقي كاليبرز بشمعه. ولا انت لاقي سوشيال ميديا كويس، ولا انت لاقي كونتنت كرييترز، ولا انت لاقي ماركتيرز، ولا انت لاقي سيلز. الحاجه اللي احنا اصلا المفروض اشطر ناس فيها من العالم العربي، من اشطر البلاد مصر، انت مش لاقي سيلز كويسين عندك في مصر يشتغلوا. ممكن بقى حد هنا يرد عليك يقول لك مع الهاي فوليوم ده مش براكتيكال. يعني جالي مثلا انا حطيت فيكنسي افيلبل، فيكنسي قلت اوبن داي وتعالى جالي 1000 ابلكيشن. جميل. لما يجوا ساعتها بقى ابدا اعمل حاجات تكون موجوده في السلكشن. يعني ساعتها احنا ممكن نبدا نعمل حاجات للهاي فوليوم، نبدا نديفلوب كلنا تكون موجوده للهاي فوليوم، نمشي الدنيا صح. وتخوفك عقلاني جدا. ولكن نبدا نمشي في حته انا ليه كاره ريزمي كذب. طبعا انت ما بتشوفش الانسان وبتلاقي انسان كويس جدا ما عندوش المهاره دي which is a very small skill او a very tiny skill ان هو بيعرف يكتب ريزمي. انا عارف ان الاي اي دلوقتي بيكتبها والله، وانا عارف ان في ناس بياخدوا فلوس ويكتبوها. انا عارف ان ده ادعى انه يعني يدعم فكرتك صح. ان انا خلاص بقيت بعرف الاي تي اس بيدور على ايه وبحط الكلمات اللي تخليه يختار السي في بتاعي وهروح اعمل انترفيو وفي الاخر ممكن ما يبقاش مناسب خالص للجوب. فانا عارف ان الكلمه دول مش هيعجبوا ناس كتير، ولكن قولا واحدا انت شايف اي حد هيقدم على الوظيفه المفروض اقعد معاه اديله فرصه حرفيا. لان انا في بدل الكيس ستادي في دماغي، وده محتاج يعني ايه ابسط تانية لوحدها معاكي. في 10 حاجات 10 كيس ستاديز على مر التاريخ. انا في شركه كنت شغال فيها على استشارات، مدير حسابات بدا في الشركه دي عامل بوفيه. معقوله؟ مدير الحسابات ما شاء الله بدا عامل بوفيه. ده كان محطوط في المكان الغلط من الاول. لا يعني هو ابتدى عامل بوفيه وهو في ثانويه عامه. اه دخل كليه وهو عامل بوفيه، ولغايه رابعه كليه
كان عامل بوفيه بيجيب قهوه وشاي. الراجل صاحب الشركه عشان انسان سوي، عشان انسان مش مريض نفسي، شايف ان ده يقدر يكون في حته تانية. وافق. ما هو خلي بالك في ألف ايه، في مليون واحد لو مكانه. لا ده عامل بوفيه ازاي بقى؟ بالظبط. ماله عامل بوفيه يا معلم؟ ماله؟ ما تزق الدنيا، ما تمشي الدنيا. ما هو انسان كويس وباشنت ومعاه بكالوريوس، مش انت ماشي كواليفيكيشنز، ما هو معاه بكالوريوس، زق بقى اليوم. ف ومن القصص دي انا شفت قصص وسمعت عن قصص واتفرجت على قصص في افلام ومن الدين ومن لا عادي، ادوا فرصه للناس. طيب مروان، اخر سؤال بقى في الحلقه النهارده، عايزه اسالك ايه انجح كونسلتيشن واسوأ كونسلتيشن عملتها؟ يا الله يا الله. ذكريات كدابه على فنان تامر عاشور. طيب الانسان وحده المجتمع، اذا بنيته بنيت المجتمع، واذا هدمته هدمت المجتمع. الله. انجح كونسلتيشن عملتها لان باشمهندس محمد عبد الله الجنرال مانجر بتاع شركه الكتريك تكنولوجي، ده انجح راجل انا قعدت معاه في حياتي. ما شاء الله. انسان ملتزم دينيا، انسان ذكي، مع انه مهندس بس خد ماسترز MBA عشان يبقى GM. لما الMBA دلوقتي بقى لازم في اي مجال. صح. لازم يتعلم بيزنس في اي مجال. الله ينور. وهو اتعلم بيزنس صح، عارفه. عنده من الخبره العمليه، عنده من الخبره الاداريه، عنده من لين الخلق ومن السماحه اللي تخليه يبقى راجل تاجر قبل ما يكون مهندس وقبل ما يكون GM. وبالتالي الراجل ده اخلاقياته منعكسه على الكونسلتيشن. تعالى يا مروان انا عايز بالظبط تقعد معايا تقول لي بالظبط هتعمل لي ايه. لا يا مروان انت ما بتعرفش تعمل ده. قلت له يا باشمهندس، طبعا الايجو بتاعي كان بيتكلم، ليه يا باشمهندس انا عملته قبل كده؟ قال لي عملته قبل كده هنا وهنا، لكن ما بتعرفش تعمله عندي. عشان في هنا هيبقى في تشالنج. انا اعرف امهد لك كذا، لكن ما اعرفش اساعدك في كذا. في خطه محطوطه واضحه، في ديليفربلز محطوطه واضحه، في فلوس بتدفع لي في وقتها قبل ان يجف عرقي فعلا، على رأي كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فالراجل كان ماشي زي ما الكتاب بيقول. ده انجح كونسلتيشن في حياتي. تمام. العكس بقى بالعكس، اسوأ كونسلتيشن شفته في حياتي كان مع فلان الفلاني. فلان الفلاني كان قليل ادب جدا مع الموظف بتوعه. اتيتيود. بالله ينور عليك يا دينا. كل شويه هنرجع له الاتيتيود بالظبط. بيشتم الموظفين بتوعه. كل شويه الHR بتعيط منه. اسهل حاجه عنده يلا صف ويمشي. فده انا داخل الاستشارات، وده برضو من صغر سن اياميها. انا بدات اعمل استشارات وانا عندي 25 سنه. اشتغلت في شركه وبعدين بدات اخد استشارات مع نفسي. انا كان عندي 29 سنه وكنت بتجوز. بس انا لو جالي الكونسلتيشن ده دلوقتي بالخبره اللي بقت عندي وشفت الكلام ده من اول، لا هترفض. ليه؟ لان حرام عليا الفلوس دي، لان عارف ان انا هقوله مش هيمشي. ما هو حد بالاتيتيود ده مش هيمشي الدنيا. كانت مشكلته الاتيتيود ولا هو اصلا مش فاهم كمان بيزنس اساسا؟ لا يعني اصل ممكن انت تعمل كونسلتيشن مع حد يساعدك زي الشخص المحترم الاولاني، فاهم اصلا بيزنس وعارف ايه نقاط الضعف اللي عنده. في حد ما بيبقاش فاهم اصلا، فممكن يصعبها عليك. صح معاك حق. يعني هو غير ان هو كمان انسان وحش اتيتيود، هو كمان كان مش فاهم قوي. لا. ولو فاهم قوي في صناعته بس مش فاهم قوي بيزنس. فصح معاك حق. ده كمان زيد عليه ده. هو عامه بتبقى ده المصايب اللي تاتي فرادى. يعني انت بتلاقي الدنيا باظت منه يعني اتيتيود، فباظت منه بيزنس، فهتبوظ منه صناعه. بتبقى كلها باكج من 60 نيله يعني. ميرسي مروان، كنت معانا النهارده وخدت من وقتك وجيت تتكلم معانا في حاجه مهمه زي دي. ربنا يخليك يا رب. والله شكرا. انت شكرا والله. كنت معاكم النهارده انا دينا حسن من The Vertex. مستنيين تعليقاتكم وكمان تقولوا لنا التوبكس انتوا حابين نتكلم فيها في الحلقات اللي جايه.